السلام عليكم. ازيكم يا احلى مشاهدين؟ الفراخ الكنتاكي او الفراخ المقرمشة عايزين نعملها في البيت وبنفس جودة بره، وكمان نبقى واثقين منها ومن نظافتها، وكمان نجيب الطعم الجميل. بصوا لونها عامل ازاي ومستوية وجميلة، وهنعملها مع بعض وهنقول كل التفاصيل وهنمشيها مع بعض خطوة خطوة. يلا نشوف الطريقة والمقادير اللي هنغلب بيها المحلات. يلا بينا. هنعمل مع بعض الفراخ المقرمشة اللي هي بنجيبها من مطاعم بأغلى الأسعار، وبتبقى أولادنا بيحبوها، وهي الفراخ الكنتاكي. هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبجودة زي المطاعم بالظبط. وقول مع بعض كل التفاصيل وهنمشي مع بعض خطوة خطوة. يلا نبتدي مع بعضينا. أول حاجة بنجيب الفراخ. أنا بجيب الفراخ بصراحة بحب أخليها من الجلد زي ما انتوا شايفين أنا، ونغزاها كده بالسكينة. أنا بفضل إن أنا أشيل منها الجلد، لو انتوا عايزين تسيبوه سيبوه. وبعد كده بنغسلها كويس، وبعدين بنجيب مية عادية خالص. أول حاجة بنعملها محلول ونحطها فيه عشان نشيل منها الزفارة. هنحط معلقتين ملح. زي ما حطيت معلقتين ملح بحط قد الملح سكر، يعني بحط معلقتين سكر. ادي معلقة سكر وادي معلقة تانية. حطيت ربع كوباية من الخل. هنقلب بقى الملح والسكر والخل ده كويس قوي. هنبتدي ننزل قطع الفراخ فيها ونسيبها حوالي ربع ساعة تلت ساعة. هنشوف هنعمل ايه بعد كده. انا سبت الفراخ حوالي نص ساعة. عايزة اقول لكم المطاعم بتسيبها يوم كامل، بتعملها من بالليل وبتسيبها في المحلول النقع ده، لانه بيخلي اللحم بتاعها يستوي بسرعة، وبتخلي بص اللحم بتبقى لونه ابيض ازاي. بصوا كده، بصوا اللحم، بص لحمة الفراخ، بص قطع الفراخ بقت لونها ابيض جميل ازاي. بصوا المية، بصوا المية بقت لونها ايه وعليها زي ريم ابيض كده. بصوا المية. بعد ما عملنا كده هنعمل ايه؟ هنمسك قطعة قطعة نعصرها كده من المية وهنطلعها في مصفى، وبعدين هنشوف هنعمل ايه بعد كده. هنشوف الخطوة التانية. بعد كده هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف. بعد ما طلعنا الفراخ هنحط معلقة من الكركم. معلقة من ايه؟ من الكركم. ومعلقة من الملح بس مش كبيرة. بعد ما حطينا الملح وحطينا الكركم هنبتدي ندعكهم كده. نمسك قطعة قطعة وندعكها بالملح وبالكركم، عشان لما بتيجي تاكلي قطعة الفراخ في المطاعم بتلاقيها من جوه لونها اصفر، غير من بره، غير التتبيله اللي من بره، لا من الداخل اللحمه كده بتبقى لونها اصفر. هو ده اللي هيديها اللون، وكمان الملح بيديها الحياء بتاعها المظبوط من الداخل زي ما انتوا شايفين. بصوا لونها، بصوا لونها بقى تحفه ازاي. بصوا لونها. هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب ميه وهنشطفها شطفه بسيطه، شطفه بسيطه عشان ننزل جزء بس كده من الكركم ونلاقي اللون، نجيب اللون اللي احنا عايزينه بالظبط. شطفناها شطفه بسيطه. هنركنها كده في المصفى لحد ما نعمل التتبيله الجميله التحفه بتاعتنا. يلا بينا. هنبتدي نعمل الخليط بتاع الفراخ الكنتاكي، التتبيله الاصليه اللي هتجيب لنا طعم الفراخ اللي بنجيبها من بره بالمطاعم بالظبط. الكميه اللي انا حطاها دي كميه، يعني كل حاجه لو انت عايزه تعملي فرخه او عايزه تعملي مثلا 4 اوراق او حاجه تعملي نص الكميه دي، بس انا عايزه كميه اكتر فضربه في 2. ضربه في 2. انت لو هتعملي كميه اقل كل حاجه تقللي منها النص. انا معايا كوبايتين لبن و4 معالق دقيق كبار ومعلقتين خل وليمونتين
او معلقتين ليمون كبار و4 بيضات، ومعانا توم. تعالوا نشوف بقى التوابل التحفه دي. معانا ملح طبعا، معلقه من المرقه، مرقه الدجاج، وديت معلقه كبيره من توابل الفراخ، معلقه كزبره، ومعلقه كركم كبيره، ومعلقه بابريكا، ومعلقه فلفل اسود، ومعلقه بصل بودر كبيره، ونص معلقه توم بودر، لان طبعا احنا حاطين توم معانا، توم طبعا، فانا حاطه نص معلقه بس. ده بقى ايه؟ ده اللي هو الكربوناتو، اللي هي بتاع اللي بتحط في الفران، بيعملوا بيها المخبوزات، هم بيقولوا عليها كربوناتو او بيكربوناتو. لو مش موجوده ممكن تحطي بيكنج باودر، بس هي بصراحه الكربوناتو دي افضل، بتخليها هشه كده وجميله، بتخلي القطعه كده منفوشه وحلوه. ومعانا بقى البطل اللي بيخلي بجد الطعم زي بره بالظبط، الثوم والجنزبيل. ده جنزبيل فريش اهو، ده الجنزبيل الفريش انا مقشراه وبشراه. لو ما فيش جنزبيل فريش ممكن تحطي بودر، تحطي معلقه من الجنزبيل البودر، بس الجنزبيل والثوم هما اللي بيدوكي الطعم اللي من بره بالظبط. معانا بقى دلوقتي البطل بتاعنا، ايه هو؟ الخلاط. هنضرب كل المجموعه اللي معانا دي في الخلاط. اول حاجه هنحطها في الخلاط، هنجيب كوبايتين اللبن. طبعا انت عايزه تعملي كميه اقل في الفراخ، اعملي كل حاجه، يعني كوبايتين اللبن يبقوا كوبايه، ال4 دقيق يبقوا 2، 4 معالق دقيق يبقوا 2، ال4 بيضات يبقوا بيضتين، كده كل حاجه هتقللي النص. بعد ما حطينا اللبن هنحط ايه على اللبن؟ هنحط معلقتين الخل، وهنحط الليمون، وهنضربهم في الخلاط، عشان انا عايزه اللبن ده يفصل ويبقى عامل زي الزبادي. الخل هيعمل ايه معانا؟ الخل غير ان هو هيفصل اللبن وهيخليه زي الزبادي، كمان هيخلي لنا الفراخ هيخش جوه الانسجه كده بتاع الفراخ، وهيخلي سواها جميل جدا. تعالى نضرب ونشوف اللبن هيحصل فيه ايه. بصوا كده معايا، بصوا اللبن ما بقاش لبن، بصوا اللبن بقى عامل زي الزبادي. انا بصوا عايزه اوريه لكم جوه، بصوا بقى عامل زي الزبادي. هنعمل ايه بعد كده؟ هنبتدي نحط عليه الثوم والجنزبيل. هننزل الثوم والجنزبيل على اللبن بعد ما الخل والليمون خلوه فصل. بعد كده هنحط التوابل الجميله دي كلها، هننزلها برضو في البطل بتاعنا اللي هو الخلاط. هننزل التوابل كلها، هنضربه وبعدين نشوف هنعمل. بصوا كده لون التتبيله، لون الخليط بقى يجنن. بصوا اللون، ايه رايكم؟ لون الخليط، بصوا الخليط بقى لونه عامل ازاي. بعد كده هننزل عليه البيض، هنضربهم في الخلاط لمدة 3 دقايق بس كده. ودلوقتي هننزل عليه الدقيق، ال4 معالق دقيق هننزلهم تدريجي كده على مرتين. بعد ما ضربنا الخليط مش قادرة اقول لكم الريحة جميلة قد ايه. بصوا بقى الخليط، بصوا سمك الخليط بقى، والريحة بجد تجنن. الريحة جميلة، والخليط بجد يعني سمكه جميل، ريحة الجنزبيل مخلي الخليط جميل جدا. بعد ما نزلنا الخليط دوت هنجيب بقى الفراخ، نبتدي ننزل الفراخ في الخليط. المفروض ان احنا نسيبها في الخليط لا يقل عن 6 ساعات، ولو باتت يبقى افضل. هسيبها حوالي 4 ساعات، وبعدين لان الوقت عندي مش هينفع اكتر من كده، بس كده هسيب الفراخ كده، يعني احطها في التلاجة
من 4 ساعات ل6 ساعات. من المفضل ان البات لو باتت لتاني يوم يكون احسن. بصوا الخليط جميل ازاي، ريحته تجنن. بس كده نسيبها بقى كده، وبعدين هنشوف هنعمل ايه بعد كده. ودلوقتي بعد ما سيبنا الفراخ في التتبيله 4 ساعات، ودلوقتي هنعمل ايه. ده دقيق عادي خالص ما فيهوش اي حاجه، ممكن تحطي فيه معلقه بيكنج باودر او ممكن ما تحطيش دلوقتي. وفي ناس بتحط معلقه نشا، انا بصراحه دقيق. بعد كده بنحط قطعه الفراخ، بنشيلها من التتبيله ونعملها بالدقيق كده ونضغط عليها. بنضغط على قطعه الفراخ كده. بعد ما بنعملها كده ننفضها، بنعمل ايه؟ مش هنحطها في ميه، امال ايه يا نهى؟ طيب هنعمل ايه؟ هحطها في التتبيله تاني، في التتبيله الجميله دي. نزلها كده في التتبيله، وبعدين في الدقيق على طول، وننزلها على طول في الدقيق تاني كده. ممكن تعمليها مره تالته، بس انا شايفه انا بكتفي بمرتين بس كده. بس كمان واحده مع بعض في الدقيق كده بالشكل ده. ننفضها، بعد كده ننزلها في الخليط تاني، الخليط الجميل دوت اللي ناخد منه كمية كمان، وبعدين على الدقيق على طول تاني مرة، ونضغط عليها كده عشان الدقيق يمسك فيها. بصوا كده، بصوا شكل قطعة الفراخ من قبل ما نقليها، بصوا عاملة ازاي. ايه رأيكم؟ بصوا هي شكلها لوحده مش محتاج كلام. انا هخلصهم كلهم وبعدين هنبتدي مع بعض نقليهم. دلوقتي حاطين الزيت على النار يسخن، وجايبين معانا قطع الفراخ بعد ما عملناها كويس. بنخلي الزيت يسخن كويس، وعشان نتأكد ان هو سخن ولا لسه ممكن ننزل فيه جزء من الدقيق كده، او زي ما انتم شايفين كده هو سخن. نبتدي ننزل قطع الفراخ. طبعا هو المفروض الزيت يبقى اكتر من كده كمان، بس طبعا انتوا عارفين ازمة بقى الزيت. بعد ما نزلنا قطع الفراخ نعمل ايه؟ نوطي النار، نخلي النار هادية عشان الفراخ تاخد سواها مع نفسها. نوطي النار ونغطيه ونسيبها تستوي براحتها 5 دقايق، ونيجي نبص عليها ونقلبها. تعالوا نشوف كده بعد ما سيبناها 5 دقايق. الله، بصوا اللون، بصوا لون قطع الفراخ ولا الريحة، لونها بجد يجنن. بصوا ايه رأيكم؟ ايه رأيكم بقى؟ جميلة جدا. طبعا التحميرة البسيطة ديت لان الزيت قليل، نبتدي نغطيها ونسيبها. نطلع الفراخ. بصوا بصوا كده، ايه رأيكم؟ بصوا قطعة الفراخ لونها جميل، وبصوا الضعف الحجم بتاعها ازاي من الخلطة الجميلة اللي بنعملها وحطيناها فيها كذا مرة، ومن الخلطة اللي حطيناها فيها مرتين. هخلص بقية قطع الفراخ وبعدين هوريها لكم. ايه رأيكم بقى في شكل الفراخ بعد ما خلصت وحطيناها في الطبق؟ بصوا شكلها يجنن بجد، شكلها يجنن زي ما انتم شايفين. بصوا القطعة اتضاعف حجمها ازاي، وبصوا لونها، بصوا اللون مش محتاج اي حاجة، وحجمها اتضاعف زي ما انتم شايفين، وبقت جميلة. اللي عملناها في البيت عملناها سبايسي. انا حطيت لها معلقه شطه عشان انا كنت عايزاها سبايسي. عايزينها سبايسي ما تحطوش شطه. زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا ويجنن.
طبعا بقى هندوقها مع بعض. تعالوا نشوف الطعم واللون الجميل. بصوا لونها جميل ومستوية وجميلة، ريحتها تجنن. ندوقها مع بعض. واو، طعمها يجنن. اهم حاجة بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ومنوعات نهى. باي باي.